السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناتي اكله وفكره مع ايمي ومامتها. يا ريت فضلا وليس امرا اللي اول مره يشوفني يعمل لي اشتراك ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد. ما تنسونيش بقى من اللايكات لو عجبكم الفيديو، وما تنسونيش من الشير. وانا متاكده ان شاء الله ان الفيديو هيعجبكم النهارده لان هو سجق اسكندراني احنا كلنا بنحبه، بس انا هعمله بطريقه سهله جدا وبسيطه وشويه بهارات متوفره عندنا في البيت، مش هنحتاج ان احنا نشتريها من بره. هنا بقى عندي سجق بلدي انا مقطعاه قطع صغيرة، وعندي طماطم برضو مقطعاها قطع صغيرة. السجق بيبقى فيه بهارات، فانا مش هستخدم بهارات كتير، يعني حاجات بسيطة كده. عندي هنا بقى بصل برضو مقطعاه شرايح، وفلفل شرايح، فصين توم مفرومين، وعندي قرن فلفل يكون حامي. للي حابب برضو الاكلة تكون حامية دي على حسب الرغبة، يعني عايزة تشيليه مفيش مشكلة، مش هيأثر في حاجة يعني. هنا بقى كزبرة كمون ملح فلفل اسمر. الكزبرة انا بحب اجيبها صحيحة وبطحنها عندي في البيت، بتدي نتيجة احسن. هنا بقى طاسة سخنة على النار نزلت فيها بمعلقة زيت، ما كترش عشان هنزل دلوقتي بالسجق. وببدأ بقى هبدأ ان انا اقلبه كده بالطريقة دي. هو هيحتاج شوية مية، انا اصلا حابة يعني اعمل الخطوة دي علشان المية بتنزل اي حاجة فيه يعني ملهاش لازمة، يعني لو في بهارات زيادة بتنزل فيه، لون بينزل، اي حاجة بتنزل فيه. بعد كده هشيله من المية وهيبدأ يستوى، وهاخده على جنب عشان هبدأ بقى اعمل الحاجات بتاعته وانزلها عليه. ببدأ بقى اقلب السجق كده، خلاص هو يعني تقريبا استوى. حطيت هنا بقى فص حبهان وفتحته علشان يدي ريحة في السجق برضو. جبت بقى شوية زيت تانيين كده علشان هبدأ احط البصلة فيه، وهبدأ اشوحها علشان في الاخر السجق، هو السجق انا سويته في الاول فهنزل بيه بقى مع الحاجات دي. خلاص هنا نزلت البصلة، ابدأ بقى اسيبها كده يعني تتدبل، بس انا مش عايزاها برضو، مش عايزة احمرها، عايزاها بس البصلة تدبل عشان تبقى مستوية، عشان هنزل ببقية الحاجة دلوقتي. والطماطم بخليها في الاخر خالص، علشان الطماطم لما بتحط في الاول بتتهرى وبتنزل المية بتاعتها، مش بتبقى كويسة، يعني انا سايباها للاخر خالص. هشوف بقى الفلفل دلوقتي وهنزله مع البصل. خلاص هي البصلة بدأت تدبل، شايفين يعني انا ما سبتهاش تحمر، بس لونها يعني غير شوية. تقلبتين بقى في الفلفل كده، انا مش عايزة الفلفل برضو دبلان، عايزاه زي ما هو يدوب بس ياخد من ريحة البصل. نزلت بالفصين الثوم المفرومين، وهقلب برضو كله مع بعض. السجق اصلا مستوي عندي وهضيفه في الاخر خالص. انا عايزه الحاجات دي تستوى مع بعض، وبعد كده هضيف السجق بالبهارات ويبقى كده خلاص. هي اكله سريعه جدا وما بتاخدش وقت وحاجه جديده، وطعمها هي يعني هيبقى حلو قوي، جربيها والله مش هتندمي. هنا نزلت بقى بالطماطم. خلاص السجق انزله اخر حاجه، هو كده خلاص يعتبر خلاص، بس انا لسه ما نزلتش البهارات، هتبقى في الاخر خالص. هو مش بحب برضو اكتر بهارات قوي، ومش بحب احط انواع كتير، هو نوعين تلاتة بالكتير، يعني كتر البهارات في الاكل انا مش بحس ان هو بصراحة طعمه حلو. حطيت بقى الكزبرة والكمون والفلفل الاسمر، وكله هيتقلب مع بعض. سهلة جدا وما خدتش وقت خالص، واتعمل في سندوتشات. نسيت بقى الفلفل الحامي، بعد كده خلاص انا حطيته في السندوتشات، بس شلت فص الحبهان علشان ما يبقاش في السندوتشات. خلاص بقى حطيت السجق، حطيته في سندوتشات في عيش فينو، او بالشكل ده. طعمه حلو جدا جدا، يا ريت تجربوه والله هيعجبكم قوي، ومش هياخد وقت ومش هياخد مجهود وما فيهوش اي امكانيات، يعني هو مش محتاج حاجات كتير، هي شوية بهارات متوفرة عندك وخلاص. يا ريت الفيديو بقى يكون عجبكم، وما تنسونيش باللايك الكتير قوي لو الفيديو عجبكم، والشير، واللي اول مرة يشوفني ما ينساش يفعل الجرس ويعمل لي اشتراك. والسلام عليكم.